الشخص ده بيدعي ربنا انك انت تكون مسامحه او انك انت تنسى اللي هو عمله فيك. يعني الشخص دوت بجد يعني حاسس ان هو ظلمك ويعني والدنيا جت عليه بعدك بجد يعني. من اول كارت باين الشخص دوت عايز يصلح اي حاجة في العلاقة دي. ندمان بجد وحاسس ان هو دمر الدنيا وعايز ينقذ اي حاجة. للأسف العلاقة دي فيها طاقة رحيل هنا. يعني كل واحد في ناحية بيحاول يقوي قلبه هنا. هرب من العلاقة ديت قبل كده، ساب العلاقة هنا ومشي بقى عشان حد تاني عشان مصلحة. يعني الشخص دوت مش بعد، ده حتى بعد ممكن يعني فجأة كده انت نمت صحيت لقيته مش موجود يعني. اللي هو بطريقة مش كويسة يعني. هانك بأسلوبه وبطريقته، يعني بطريقته جرح قلبك جامد هنا. الشخص دوت بيراقبك ومستني في طاقة انتظار هنا. دلوقتي بقى متعلق بيه تعلق مؤلم جدا، متضايق قوي ان العلاقة ديت متوقفة وان كل واحد في حاله. الشخص دوت متمسك بيك دلوقتي يعني وعاند عليك ومش هيسمح لأي حد، لو كان في أي حد اتدخل قبل كده مش هيسمح بالكلام دوت. خلاص هو مصر عليك دلوقتي وعايز يجي يفرحك يعني ويفرح معاك هنا. الشخص دوت يعني انت كنت طيب جدا معاه، كنت بريء جدا معاه، هو اللي جه عليك هنا واستغل طيبتك هنا واستغل حبك وبخل عليك هنا وعاملك وحش جدا. وكان دايما مخليك مش عارف راسك من رجليك في العلاقة ديت، ولا طايل معاه سما ولا أرض هنا. عمره ما رساك العلاقة ديت رايحة فين. ده لعب بيك كتير قوي وانت كنت دايما مستني منه وكنت دايما متعشم فيه لحد ما خلاص يعني زهقت ومليت. الشخص دوت كان قلبه قوي عليك، كان يعني بيمارس عليك ضغوط كتير جدا وانت كنت متعشم في الفرحة ومستنيها منه وكنت بتحبه بجد. وهو شاف نفسه عليك هنا. الشخص ده جواه كلام كتير جدا واكتر حاجة عايز يفهمها لك ويقولها لك ان هو بيحبك جدا هنا ووقفلك بكاس الحب هنا. وان هو فعلا جاي المرة دي يصلح الدنيا، مش جاي يتلاعب زي كل الوقت اللي فات. الشخص دوت مصدوم، يعني هو ازاي حصل كده، ازاي هو مش قادر فعلا ينساك ولا يستغنى عنك كده. بيتساءل يعني. نفسه بجد يرجع معاك هنا هوت ويبقى في نصيب ما بينكم وفي استقرار بعد ما كان اختار عليك حاجة تانية. الشخص ده هرب وراح شاف حاجة تانية، يلا راح لشخص تاني او لمصلحة تانية. كان متلاعب اصلا، هو اصلا كان متلاعب وكان متعدد العلاقات هنا. يعني شخص كان معاه ناس كتير هنا. دلوقتي خلاص يعني عنده صراعات كبيرة ومشاكل بسبب ان هو خلاص مش قادر يعني يبعد عن العلاقة دي. بيفكر ازاي بعقل جدا ان هو يصلح الحكاية دي. وبيحسبها يعني ان هو بجد خسران كتير قوي بسبب ان هو ضيع علاقة زي كده منه او شخص زيك يعني. الشخص دوت اصلا مش عارف يتشافى ولا عارف ينسى ولا عارف يتخطى اي حاجة بينكم. مش قادر كمان يشيلك من دماغه، مش قادر يعني بيحبك بطريقة مش طبيعية. مش قادر اصلا يبطل تفكير فيك هنا والذكريات قتلاه فعلا والحنين جايبه. الشخص دوت مش عارف هو ليه عمل كده. كان يعني كان وحش جدا في العلاقة ديت. هو كان جاي متلاعب الاول، هو كان جاي كده يتسلى يضيع وقت يدور على علاقة كده، لكن هو ما كانش جاي جد. هو نفسه متعجب يعني هو امتى حبك بالمنظر ده ولا ازاي. الشخص دوت عايز يصلح هنا هوت الأمور اللي كانت بينك وما بينه، وعايز يبعد عن الناس. يعني العلاقات المتعددة اللي هو كان فيها هيحط حدود هنا، لأنه ظلمك بجد يعني. ودلوقتي رافض ان هو يرميلك فتافيت حب واهتمام ووقت زي زمان. مش عايز يعاملك بالأسلوب القديم هنا وبيفكر ازاي يشيل الفكرة اللي في دماغك عنه هنا. التلاعب. ازاي يخليك تفهم ان هو خلاص مش متلاعب دلوقتي واتغير فعلا ومش قادر ينساك وعايز خطوات هنا. ومن ساعة ما انت مشيت وهو مش متوازن في حياته، مش عارف يعيش اصلا، مش عارف ياخد اي خطوة في حياته هنا. كأنك كنت السند والدعم ليه في كل حاجة، كأنك كنت وش الخير وش السعد، انت اللي كنت مخليه يعني متفائل او مثلا بياخد خطوات ايجابية. من ساعة ما انت مشيت وهو فعلا في النازل في كل شيء هنا. الشخص دوت خايف جدا، عنده مخاوف كتيرة، وممكن يكون بيحكي مع ناس وبيقولوا لا هيرجع لك ازاي ويرجع لك ليه. يعني هو مش حاسس اصلا انك انت ممكن ترجع له، جواه مخاوف كتيرة وكل الناس بتأكد له يعني هيرجع لك على ايه هنا. هو عشمان في انك انت تسامحه وانك انت حد طيب جدا ويعني حد معطاء جدا ومش هتكسر بخاطره قلبه وانت مش زيه. بس خايف برضو يكون العلاقة ديت انتهت من كتر البخل اللي هو كان فيه، سواء ماديا عاطفيا طاقيا معنويا. والتقليل الكتير اللي كان هو مقلله اساسا من العلاقة ديت ومن المشاعر.
قلل منك ومن كرامتك ومن مشاعرك ومن حبك ومن كل شيء هنا هوت، وجبرك هنا على الرحيل خلاك تمشي، ما كانش فيه سكة تانية. النهارده بيندم على الرحيل دوت، بيتمنى يكون الرحيل ده كان او البعد ده كان حاجة مؤقتة كده، حاجة ممكن تتصلح، ممكن ترضى او تتراضى او ترجع هنا. الشخص دوت يعني وضح لك قد ايه هو مش عاوزك زمان ومش محتاجك، لكن النهارده هو وحيد من غيرك وندمان جدا جدا، كسر قلبه قبل ما يكسر قلبك، هو اللي قلبه مكسور. جايز انت شفت حياتك وانت كويس دلوقتي، لكن هو اللي قلبه مكسور دلوقتي بجد. يعني خايف تكون شفت حياتك هنا ومش عايزه خلاص وتخطيته ورافض جدا كده، لان هو بيحبك هنا قوي. الشخص دوت يعني مش شايف اي حاجة حلوة بعدك، كأنه خسر كل جميل في حياته بعد ما انت مشيت، واخد 9 سيوف هنا. ندم بقى على شغل العيال بتاعه وشغل الاستهتار بالمشاعر، وان يعني حواليه ناس كتير، وانه فاكر ان هو يعني كل الناس بتحبه وكل الناس عايزاه. لا طبعا، انت اللي كنت الحب الحقيقي هنا. الشخص دوت عايز فعلا هنا هو يرسم طاقته كلها حب وترسيم واستقرار هنا. تلاعب كفاية وكان وحش كفاية في العلاقة ديت، فعلا كان خاين وكان وحش هنا. النهاردة بجد يعني بيحاول ان هو يظهر لك قد ايه هو بيحبك، خايف تكون نسيته. هو ندمان هنا على الاسلوب دوت. الاسلوب دوت خلاص عمره ما هيظهره تاني، هو اللي بعدك باسلوبه والبرود واللامبالاة وعدم الاهتمام. خلاص هو مش شايف حد غيرك ممكن يكون شريك حياته هنا، بيتمناك هنا في حياته. وخلاص هو مبقاش مستهتر زي زمان ولا اناني ولا شايف نفسه بس، لا عايزك معاه هنا. متعلق بيك جدا الشخص دوت. خلاص مش عايز مشاكل اكتر من كده معاك. شايف قيمتك كويس قوي وندمان هنا هوت على الانفصال دوت. الشخص دوت يعني ضحك على نفسه قبل ما يضحك عليك، يعني ضحك على نفسه بان هو ممكن ينساك عادي ويشوف حياته ويشوف غيرك ويكمل ومش مهم. يعني لا طبعا، ما كانش كده، ده هي نرجسيته هي اللي صورت له كده. الشخص دوت راجع يقيمك ويقيم العلاقة ديت من أول وجديد، وندمان جدا إنه شاف نفسه عليك هنا هوت، وإنه شاف مصلحته هنا وما بصش للحب الحقيقي اللي انت بتقدمه له، اللي هو دلوقتي بيدور عليه. وخد ال10 سيوف إن هو مش لاقيه. الشخص دوت في طاقته كلها ترسيم هنا، وكلها ان هو عايز يكمل معاك هنا مشواره وحياته. انت محيره هنا، وهو اساسا مش عارف يعني يعمل ايه، يقرب ولا لا، يبعد ولا يتكلم ولا يعمل ايه. انت محيره، خايف يكون في حد معاك هنا هو في الطاقة بتاعتك. الشخص دوت ملوش امنية غير انك تكون بتحبه زي ما هو بيحبك وتكون مستنيه. اتمنى لكم السعادة جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لحسن المتابعة.